بعد ظهور فضائح جزيرة إبستين أو جزيرة الشيطان زي ما بيسموها، أول حاجة المفروض تعملها إنك تحمد ربنا على نعمة الإسلام، وتفهم وتصدق إن الغرب مش بصورته اللامعة اللي بيحاول يصدرها لحضرتك. المهم إن الصورة بقت واضحة للجميع، حتى اللي كان عامل نفسه مصدق لمعان صورته. دلوقتي العالم كله عارف ان المنظمات العالمية لحقوق المرأة وحقوق الانسان وحقوق الطفل مجرد ديكور وأداة لحماية مصالح اللي بدعوها فقط، ولكنها ما تقدرش تحمي فتاة قاصر ولا طفل ولا امرأة من شياطين جزيرة إبستين. الناس دول بدعوا المنظمات دي بس عشان تبقى مصادر قوة تساعدهم في طريقهم للسيطرة على العالم وتغيير أنظمته وتحديث الخرائط والمواقع وتغيير أي حد يخالفهم في طريقهم المعروف. بدليل ان منظماتهم المزعومه ما قدرتش ابدا تحمي اطفال ونساء بل ورجال غزه والسودان من ايادي اللي ضيعوا منهم آلاف بلا ذنب وبهدف نهب الارض لصالح شياطين جزيره إبستين. العالم المتقدم المتحضر الراقي مدعي الاخلاقيه والانسانيه والضمير، ملفات جزيره إبستين طلعت دلوقتي عشان تقول لنا ان العالم ده كله بيحكمه مجموعه من الشياطين المتمثلين في هيئه بشريين، وتحس انهم بالفعل مختارين من قبل الشياطين الحقيقيين، لان كل اللي ظهر اسمائهم في الوثائق اثرياء وحكام العالم والمسيطرين، ومنهم كتير معروفين ومنهم اللي لسه بينا عايشين وموجودين، ومنهم اللي اعترف بغلطه وبرر سبب ذكر اسمه، ومنهم اللي بجح وقال انه بريء، ومنهم اللي لسه ساكتين، ومنهم اللي مات وراح للي خلقه عشان يحاسبه، من اولهم الملقب بالشيطان جيفري إبستين، صاحب الجزيرة والمدير لكل ما كان يحدث فيها، وصاحب ال3 مليون وثيقة اللي هسيب لكم الرابط بتاعهم في البايو عندي عشان بيحظروا اي حد يذكر التفاصيل اللعينة. سبت لكم لينك الايميل الرسمي اللي هتلاقي عليه كل الوثائق كأنك بتقلب في فيسبوك. هناك بقى هتشوف كل الايميلات اللي متورط فيها كبار اثرياء العالم من زمان وحتى الان، متورطين في اعتداءات على اطفال بكل الاشكال، متورطين في اعتداءات على قاصرات، متورطين في اكل لحوم البشر، متورطين في تدابير كوارث صابت وضرت معظم البشر، متورطين في كل الاعمال اللي يعجز عنها الشياطين. مفيش قانون بيحكمهم، مفيش رحمة، مفيش انسانية، مفيش دين. فماذا تنتظر بعد من عبدة الشياطين؟ عشان كده في البداية قلت لك احمد ربنا على نعمة الإسلام. سيب لي كومنت بكلمة إبستين اللعين، وهبعت لك رابط مهزلة حكام العالم الممثلين أو المجرمين أيهما أقرب، لأنهم ما هم إلا أدوات تحركها الشياطين. وما تنساش تشترك في قناتي في التليجرام وانت هناك بالمرة، وفولو لايك وشير وصل على النبي.